ده بتقول حد يعني أذاني وأنا مش قادر أسامح، هل كده حرام؟ الجواب عند العلماء أن التسامح سنة. التسامح سنة. الفريضة إن أنا لما أجي أخد حقي ما أخدش أكتر من حقي، زي ما ربنا قال في القرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكأنه اداك الحق إنك أنت تاخد حقك بالظبط قده. والله قدرت تسامح كان بها، ما قدرتش ساعات بتبقى الأذى أكبر من سعة صدر الإنسان، فلا يجبر على التسامح ولا يوصف بأن هو إنسان خلقه ضيق أو صدره مش واسع أو ما عندوش الخلق ده، خلق التسامح. بس هقترح على حضرتك حاجة: سيب الباب مفتوح، يمكن بكرة حضرتك تحس كده بسكينة وراحة قلب إنك عايزة تسامحي. يمكن بكرة تحس إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى تتمني إنه يسامحك على غلطة عملتيها، ربنا يعافيكي، فتقولي أنا هسامح لعل ربنا يسامحني. سيبي الباب مفتوح، كأنك ما تعقديش النية دلوقتي يقينا لا يمكن أسامحك ليوم الدين، الله أعلم. يمكن بكرة يحصل انشراح للصدر. وحاجة علمها لنا المتخصصين، قالوا لنا إن التسامح بيفيد الإنسان إن هو يشيل من على كتافه ومن على قلبه تقل نوع معين من الغيظ أو الغضب، بيبقى الإنسان عايش بيه لغاية ما يشفي غليله. في ناس هتفضل عايشة بيه لأن ليها حقوق ربنا هيردها لها يوم القيامة، وحقه ربنا سمى يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا، وفي الآية التانية إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، عشان الكل هيتجمع عند ربنا ويرجع الحقوق لأصحابها من اللي ظلموا. فاللي هيعيش كده ويموت كده هياخد حقه، وممكن واحد بكرة يحصل تغير. فربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في الدنيا والآخرة ويرجع لك حقك إن شاء الله. أتمنى أكون قدمت لحضراتكم قيمة مضافة في الرد على كنوز الأسئلة اللي بتوصلني من حضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إن ضعفت جوارحنا وقلت أعمالنا وزادت ذنوبنا وقلت حيلتنا في أنفسنا، فاجعل لنا نصيبا من خشيتك ومحبتك في قلوبنا تقربنا بها إليك وتدخلنا بها عليك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشرور خلقك أجمعين. اللهم زينا بالحلم واجعلنا من الرحماء.